انا جربت اكتر من لوكال براند او براندات مصريه في الفتره اللي فاتت دي، فحسيت ان جه الوقت ان انا اجمع رايي في كل ده واقول لكم رايي في مقاسات ماتيريال اسعار كل ده. وكمان في حاجات جايه لي جديده النهارده هفتحها معاكم اول مره، دي هقول رايي المبدئي بس فيها. خلينا متفقين من الاول ان انا هقول بطريقه عشوائيه شويه، يعني مفيش ترتيب لكل براند، هقول رايي وانتوا بقى رتبوا واختاروا اللي انتوا شايفينه. اول حاجه التيشيرت ده من دريس كود من قريب، دي الرسمه بتاعته على الويب سايت كان حاجه ولما جه كان حاجه تانية او عكس توقعاتي انا. ممكن يبقى هما كانوا واضحين بس انا اللي ما فهمتش كويس. بس هو خفيف قوي، السايز ده كده سمول ميديوم. بس بصوا يعني بصوا عليا، مش عارفه يعني انا عندي حاجات اوفر سايز بس مش كده، وحاسه البرنت صغيره في النص. مش عارفة، بس هو يعني انا ملبستوش كتير الصيف اللي فات، بس ممكن بلبسه اما بروح الجيم بصراحة. يعني هو اختياره معايا ان انا اروح بيه الجيم. بس هحاول بقى ان انا اجيب الاسعار واقول لكم في وقتها. عارفة دي هتبقى فكرة لذيذة ولا ايه؟ بس عشان نقيم مع بعض السعر والكواليتي. مش عارفة ليه مش قادرة اخد نفسي. ان انا على فكرة بصور دلوقتي الساعة 4 الفجر تقريبا، علشان انا على طول عندي ضوضاء تحت البيت. أنا بجد مش بوصفها غير ضوضاء، والضوضاء دي بتخلي الأصوات العربيات ظاهرة أكتر مني، فدي حاجة بتضايقني. بحس إن أنا لو هتفرج على فيديو مش هبقى حابة أسمع كل ده، فبلغي الفيديو خالص وبأجل. فخلاص قررت إن أنا أصور الفجر، علشان ما ينفعش ما أصورش بصراحة، عشان دي أكتر حاجة بحب أعملها. أنا حكيت لكم حاجات كتير قوي عشان أقول لكم سعر أول براند. مش هيبقى صعب اقيس كل حاجة علشان مش هقدر بصراحة، بس هحاول احط لكم الصور وانا لابسة الحاجة. تمام. اول حاجة تيشرت ده وده او بيسك، هم بصراحة حلوين. أم، بس كتيشرت مش يعني مش زي اللي انا لابساه ده يدخل من جوه او كده. لا، لما يدخل من جوه هيدي شكل مكرمش شوية من هنا، او ممكن عشان المقاس مش عارفة. بس انا فاكرة ان انا كنت جايبة سمول، فمش عارفة بصراحة. تاني حاجة ممكن مش الكل يحبها، ان الحتة دي عالية شوية يعني زي دي كده، بس انا كانت تمام معايا. فانا دول تمام معايا وبلبسهم بصراحة وبحبهم. والبراند اسمها ميزون ناد، مش عارفة. وده كمان نسيت اقول لكم هو بكام، لان انا فعلا مش فاكرة، مش عارفة اصلا هو لسه على الويب سايت بتاعهم ولا لا. التوب ده بقى، ده الظهر بتاعه. هو بصراحة أنا ما لبستوش كده لغاية دلوقتي، بلبس عليه جاكيت أو حاجة. بس هو اللون ده يعني فيه دبانة، طبعا طبعا لازم تيجي دلوقتي. طب أنا تقريبا عملت خطة وطلعت الدبانة. نرجع بقى. التوب ده بحب لونه عليا وبحب شكله بصراحة قوي. التوب ده كان ب 380 من نفس البراند بقى. بصوا اللي انا هبدأ فيها دي براند واحدة اسمها كلاود. توب ده برضو من كلاود. عجبني قوي قوي فكرة ان هو من الجزء ده كده، الجزء ده كده من قدام في بطانة زيادة ورا، يعني من جوه في بطانة وكده من ورا ومن قدام. فعجبتني قوي قوي، لان انا مش بحب الحاجات تكون شفافة، وبفكر اللي هو هلبس قطعة تحتها والقطعة دي مثلا تبقى بتغير لون التوب نفسه. موضوع كده في دماغي. فلا ابقى عايزه نفس اللون بالظبط. فبصراحه الموضوع ده عجبني قوي. ده غير ان الماتيريال بتاعته برضو حلوه جدا، وانا بحب حاجه كلاود بصراحه. ب 330 البنطلون ده من كلاود. بصوا قبل ما ابدا اكمل في البنطلونات عموما، انا كان عندي مشكله ان انا مش هثق في اي لوكال براند في بنطلون جينز. يعني انا اجيب منكم بيزك توب، اجيب هودي، اجيب الحاجات دي، لكن بنطلون جينز لا. يعني قلت الماتيريال مش هتيجي حلوه يعني. بس انا اتفاجئت بصراحه، يعني مبدئيا كده كلاود من الناس اللي فاجئتني. عايز اوريكم، ده لونه كده، ده بلو ستريت جينز كان ب 830. الدرجة دي برضو حلوة جدا، بحبها. ده لايت بلو باجي، ده برضو ب 830. يعني كده كلاود البنطلونات كلها بنفس السعر، ده والتاني.
كنت لابساه فبعدله. الجراي ست دي، بصوا، انا برضو اتفاجئت بالماتيريال من جوه، يعني هي بتدفي قوي. ده الهودي، وده البنطلون او السويت بانس او اي حاجه. حاجه مهمه بقى من كلاود في حاجه زي دي، انا دول طالباهم ميديوم، كبار عليا بصراحه. يعني المفروض ان انا كنت اخد سمول. لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه مضايقاني من كلاود بصراحه. دول الهودي بس كان ب 680، البنطلون برضو ب 680. هما بصوا يعني في كذا ديزاين، بس هما السعر ثابت. كلاود كده من الحاجات اللي انا بحبها وبحب البسها وكلها مريحاني، هي فكره المقاس بس اللي ضايقتني، وكمان اسعارهم كويسه جدا مع باقي اللوكال براندز يعني. بصوا بقى، بصوا ده من اكتر الحاجات اللي لبستها الشتا ده. انتوا اكيد شفتوا الشكل ده في كل حته، اللي هو فيه سوسته من هنا، ده منتشر جدا. مش عارفه ده يبقى سويت شيرت ولا هودي ولا ايه المسمى بتاعه. الماتيريال بتاعته كانت بتدفيني قوي، من جوه برضو كانت بتدفيني قوي. انا اصلا في الطبيعه مش بحب البس طبقات كتير في الشتاء، فده كان بيساعدني قوي في الموضوع ده، غير ان لونه عاجبني. بس ممكن برضو اكون كنت عايزه مقاس اصغر شويه علشان يبقى مظبوط عليا قوي. ده برضو كل واحد هو بيحب الحاجه تكون عامله عليه ازاي، فبصراحه مش هقدر اقول لكم رايي 100% في ايه اللي يعجبكم، بس انتوا تخيلوا، وانا برضو هحط لكم صور لكل حاجه على قد ما اقدر. ده من براند اسمها ريدل. من ريدل برضو الجاكيت ده بسوسته كده من قدام، وهو اصلا يعني الخامة اللي هي الصوف دي. هو مشكلتي معاه انه بعد فترة بقى بيعمل ايه، بيعمل الحاجات دي. بس انا كده كده جايبة جهاز الوبر ده وبحل المشكلة بكل سهولة. بس هو بصراحة حلو قوي برضو بيدفي، لا هو عامل كتير مش هقدر انكر الموضوع ده. لو اخترت من ريدل ده ولا ده، ممكن اختار السويتشيرت ده احسن. الجاكيت ب 680، السويتشيرت ده ب 600. وده بصراحة انا جبت منه تاني اصلا لون فاتح، هدية لحد يعني. نروح على براند تانية بنطلونات بس. اول حاجة براند اسمها بلانكس اند كو، واي براند انا قلت اسمها غلط يا ريت تسامحني. ده اول واحد في يعني هو مش اسود، هو جراي، وفي حتت فاتحة كده، وفي بقى حتت كده من ورا او من الجنب اللي هي بتضيق اكتر. يعني لو البنطلون واسع فهتضيقه اكتر من الجنبين. ماشي، ده بقى اقدر اقول انه اول حاجه اطلبها اونلاين وتيجي مقاسي مظبوطه قوي. لبسته كتير جدا من كتر ما انا بحب بصراحه، بالذات الجينز، انه يكون مريحني قوي ومظبوط عليا، ولا واسع واحب البس حزام ولا ضيق. ده عمل معايا كده بصراحه. مقاسات عندهم مظبوطه قوي. تاني واحد هو ده. اللون ده بقى دلوقتي ترند قوي، اللي هو اصلا كان زمان موجود. يعني اللون ده كان قديم، اللي هو بتاع الجنس اسمه بلو بلاك او حاجه كده، بس هو نازل دلوقتي ترند قوي. هو برضو طالع افتح شويه عندكم، بس اعتقد اللون هيوصل لكم يعني. برضو ده حلو قوي ومقاسه حلو زي اللي فات، بس في حاجه صغيره مش بحب شكل السوسته اللي هنا يكون باين قوي. فهنا انتوا مش ملاحظين، خصوصا لو انا لابسه زي ما انا لابسه كده حاطه حاجه من جوه، مش ملاحظين مكان السوسته قوي. بس هنا بقى متحدده قوي وطويله قوي، يعني في اللبس هي طويله قوي. بس اقدر اقول ان ده ستايل اصلا البنطلون ده هو كله متحدد، كله متحدد بخياطه، فهم لازم يحددوا عند السوسته. دي حاجه شخصيا انا ما عجبتنيش في الستايل ده عموما. بس كبراند هم بصراحة البنطلونين دول حبيتهم قوي ولبستهم كتير كتير، يعني هحطلكوا صور. انا كنت حاسة ان انا ناسية حاجة من كلاود، بس هو علشان انا اصلا ملبستوش. وده بنطلون لليوجا، لسه ملبستوش خالص. ممكن اللون البيج معايا مش ألطف حاجة، فعشان كده ملبستوش.
نيجي بقى لبراند اسمها اكزيت. التوب ده عندي منه ده ولونين تانيين، الاسود ولون زيتي تقريبا، او مش فاكره بالظبط، مش قدامي دلوقتي، بس خلينا نبص على ده وعجبني. بس عندي معاه مشكله واحده، ان المقاس ضيق جدا، ومن الخامات اللي مش لما تكون ضيقه يعني بتوسع شويه. واعتقد دي حاجه كويسه اصلا فيهم، ان هم الحاجات اللي هي بتمط كده دي بتبقى فيها بوليستر تقريبا، فالقطن مش بيموت، فهي حاجه يعني حاجه كويسه عندهم. فكان المفروض بس ان انا اظبط المقاس. ده سمول فضيق قوي قوي، اعتقد كنت محتاجه ميديم، فدي مشكلتي بس معاهم. لكن الالوان حلوه والماتيريال بتاعته حلوه برضو، وبحب البسه. يعني هو ضيق بس خلاص انا جبته فبلبسه. احنا دلوقتي هنبدا في براند ستيبس. ده اول بنطلون، ده لونه وده شكله. حاجه بقى هقول لكم تفاصيل كده في البراند دي. هم مركزين في كل حاجه، يعني كل حته في كل قطعه فيها تفاصيل كده تقول ان دي البراند بتاعتهم. عايزه اقول لكم ان انتوا لما تجيبوا منهم حاجه بعد كده، لو شفتوا على حد حاجه من عندهم هتعرفوها. ده قصدي ان هم عاملين شخصيه كده للبراند. فالبنطلون ده برضو من الحاجات اللي انا بحبها. تقريبا انا مش هتكلم على اي بنطلون بصراحه ان هو مش عاجبني، لان كلهم عاجبيني باختلاف بقى رايي في كل حاجه. يعني قلت لكم على حاجات وهقول لكم رايي برضو هنا. شكله من ورا دي جلد، في كل حته مكتوب ستيبس بكذا شكل. ماشي، ده اول واحد. تاني واحد هو اللون ده، رجله من تحت عامله كده وبرده واسع. اعتقد كل دول يعني الاتنين دول باجي، بس الاتنين لو ويست، وسطهم قصير كده يعني نازل شويه. وتالت واحد اللي انا لابساه ده اللون ده بقى، هو والكحلي او البلو بلاك اللي وريته لكم من شويه، من الحاجات اللي نازله قوي يعني الفتره دي. بس ده لما شفته في اي براند تانية، الخطوط اللي هنا دي كانت بتبقى لونها ابيض خط كده واضح، مش بالنعومة دي. مش عارفة هتفهموا قصدي ولا لا. برضو البنطلون ده بحبه، ممكن يبقى ده اكتر مقاس مظبوط عليا من ستيبس، علشان صغرت المقاس درجة تقريبا عن دول. الاتنين دول ده بعد دول، فكان مظبوط اكتر بصراحة. التوب ده برضو من ستيبس، برضو من اكتر الحاجات اللي بحبها جدا. الماتيريال حلو قوي، الفت مظبوط، واللون تحفة. يعني عايزة اوريكم التفاصيل اللي بقول لكم عليها، كاتبين ستيبس. بعد كده من ستيبس برضو، عشان عايزة افهمكم اكتر ان ازاي هم عاملين شكل معين للبراند كده هتعرفوه. بصوا التوب التيشيرت ده، شايفين الجيوب دي؟ كل السيلفر اللي عليها ده مكتوب عليه اللي هو اللوجو بتاعهم بشكل صغير، واخدين زي قطعة من البنطلونات وحاطينه على شكل جيب. وهنا برضو اللوجو بتاعهم في الظهر. برضو التوب ده والتوب ده دول من ستيبس بنفس الفكرة، عاملين فيه كل التفاصيل اللي بقولكوا عليها. ده اهو، وده من قدام برضو نفس الفكرة، ومن ورا. بحب الاسود اكتر من الابيض. هتسالوني ليه؟ هقول لكم عشان ده بعرف البسه تحته اي حاجه. لكن ده تقريبا دي حاجه في كل الحاجات البيضه، بس ده بصراحه يعني اتقل شويه. بس برضو ببقى محتاجه ان انا البس تحته حاجه بيضه بنفس الدرجه، علشان الموضوع اللي انا بحكي لكم عليه من اول الفيديو ده، دي مشكلتي تقريبا على فكره مع اي حاجه بيضه. بس تمام. دول برضو ستيبس. حاجة بقى بجد انا ما شفتهاش غير عندهم، الست دي فيها الشكل ده ماشي، ومن تحت عامل كده في الديتيلز برضو بتاعتهم. ومن جوه بقى يا جماعة الماتيريال بصراحة حلوة قوي برضو. وده سمول، وده من فوق بصوا برضو، ده مش قطع يعني، ده ستايل فيها. وهنا تحسوا ان الخياطة بالعكس كده. عجبتني بصراحة، بحب اجرب الحاجات اللي مش منتشرة قوي. الاسعار بقى في ستيبس، البنطلون ب1200 والهودي ب750. فلو قارنا بكلاود هتحسوا انه في فرق،
يعني الشكل ممكن يبقى قريب من بعض. بس بصراحة التفاصيل اللي انا وريتها لكم دي لو فكرنا كده شوية كبراند يعني، فلا هم عاملين تفاصيل كتير هي ممكن توصل للفرق ده. التوب ده من اوت ديتد برضو عاجبني قوي، بس عندي معاه مشكلتين. اول حاجة طبعا انتوا خلاص حفظتوني، لون ابيض فخفيف. لازم اوصل لحل الموضوع ده لان تقريبا دي حاجة اساسية. تاني حاجة المقاس ده سمول، فحاسة انه كنت محتاجة ميديوم، لان لما لبسته الاوف شولدر ده كان كل شوية يترفع يبقى كده، ما فهمتش ليه. بس ومن براند تانية اسمها everyday basics. التوب ده انا بحبه ليه؟ انتوا هتعرفوا ذوقي على فكرة من الفيديو ده، علشان من قدام برضو في حتة كده زيادة من جوه اللي هي البطانة دي، فحبيته برضو. في براند بقى انا اكتشفتها من على نون، مش عارفة اقول اسمها صح ولا لا، بس اسمها نايل تون. جبت منها البنطلونين دول، ده اسود ماشي، وده جراي وفي خط كده من قدام ماشي. عندي مشكلة واحدة، طبعا سعرهم انا فاكرة ان الواحد كان ب200 او اقل من 200، مش متأكدة بجد. واعتقد ليهم بيج على انستجرام برضو، ويب سايت وكل حاجة، بس انا كنت لقيتهم على نون ان دول نفس المقاس بالظبط. بس بصوا من فوق عامل ازاي، في فرق ده، مع انهم نفس المقاس، فمش عارفة ده فرق ستايل ولا ايه، بس طبعا ده كبير عليا فده المظبوط اكتر. ده بقى حاجة انا عايزة اتكلم عنها عشان انا مش عارفة هو ده العادي ولا لا، بس بصراحة انا ما حبيتوش قوي. بيج مع انستجرام جبت منها ده، وتقريبا البيج هي اللي بتصنع ماتيريال، حاسة ان هي خفيفة قوي. طبيعي ان هي تبقى خفيفة، انا فاهمة عشان ما حدش يقول لي كده، بس عارفين احساس ان انا جبت قماشة وفصلتها، ده احساسي. هو ممكن يبقى احساس حلو عادي عشان انا بعمل ده يعني، بس ما حسيتش ان انا المفروض ان انا احس ده من حاجة انا جايباها جاهزة، المفروض ان هي متقفلة حلو يعني. بصوا الخياطة برضو، فما عجبنيش تقفيل الخياطة. بيزك لوك جبت منها 3 حاجات. اول واحد منهم التوب الابيض ده. ايه مشكلتي مع التوب الابيض من قبل ما اقول؟ لو قلت بجد تبقوا شاطرين، مش عارفة بجد الموضوع ده انا لازم اشوف له حل. ماشي برضو مش بحب كده، دي مشكلتي معاه، بس هو حلو برضو. كنت لابساه كام يوم، هوريكم الصورة. الجاكيت ده اللي هو بيكون قصير، بصراحة ده انا جبته لارج علشان كنت شايفاه على الموديل على الويب سايت لابساه لارج، وكان عاجبني الشكل عليها يعني. ومن الحاجات اللي حبيتها قوي 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 يعني، هو بصوا تحسوا انه كبير قوي، بس ستايل لما بيتلبس. وانا ده سهل اوريه لكم، بيكون حلو، وهوريه لكم برضو لما لبسته من كام يوم. فده برضو من الحاجات اللي حبيتها من بيزك لوك. بس عايزه اقول لكم برضو حاجه على التوب، ممكن الماتيريال بتاعته ما عجبتنيش، خفيفه قوي، خفيفه، وممكن حساها اللي هي مش حساها قطن قوي، مش عارفه، مش عايزه اظلمهم ان انا في الحاجات دي مش بعرف بصراحه افرق اصلا ما بين القطن والحاجات دي، ماما بصراحه اللي بتنقذني في الموضوع ده. بس الماتيريال ما عجبتنيش. الهاي كول ده او البلوفر، ايا كان المسمى، ده شكله حلو جدا، واللي هو الستايل القصير برضو حاجة بقى عكس كل ستايل ده. كنت من فترة عايزة بنطلون كلاسيك قماش عادي جدا، فقعدت ادور على انستجرام، ولقيت بيج اسمها، مش عارفة اقول اسمها، انا عارفة بيونز، مش عارفة، هحط لكم اسمها. ودخلت طلبت منها ده، بصراحة كنت مترددة جدا من المقاس، بس لما جه طلع مظبوط قوي قوي. بس مشكلتي مع حاجة واحدة، طوله، فدي عادي يعني حاجة متوقعة، فأنا هقصره شوية ان دي بتختلف من طول واحد للتاني. بس عجبني قوي ده، حبيت اقول لكم عليه برضو. ينفع اتكلم على حاجة شوية غير اللبس، وهي الشنط. الشنطة دي جبتها من بيج اسمها، يعني بدور ليه ما اسمها مكتوب عليها، اسمها ليلي ماشي. جماعة دي بجد من الحاجات التحفة، انا بحبها قوي. الماتيريال بتاعتها الجلد بتاعها حلو جدا، بحبها جدا. فيها زي قاعدة كده من تحت علشان لما تسندوه على حاجة هي واقفة، وبيجي معاها من جوه شنطة صغيرة
ومعاها برضو لو انتوا عايزين تلبسوها لوحدها كروس، ولو عايزينها تفضل جوه الشنطه على اساس تلم حاجات غير الشنطه نفسها، لان الشنطه نفسها كبيره. فبجد دي من الحاجات اللي انا اتبسطت قوي ان انا طلبتها، كانت عاجبني قوي شكلها، وما كنتش ضامنه الماتيريال على شيئا، وكنت بشوف ماتيريال بقى في الشارع بس ما بتعجبنيش، فدي عجبتني. خلينا برضو في الشنط من اللوكال براند اسمها بو. جبت الشنطه دي بحبها قوي برضو، ما لبستهاش كتير لغايه دلوقتي بصراحه، لان انا لسه جايباها من قريب، بس ما كنتش اعرف ان فيها اللمعه دي، الحاجات دي، الدواير دي بصراحه ما كنتش شايفاها قوي على الويب سايت، فلما شفتها شويه استغربت، وبعد كده حسيت انه عادي، ستايل برضو جديد. من جوه تقفيلها حلو قوي برضو، دي بتاعتها عشان تتلبس كروس، بس عاجبني ستايلها ان هي تبقى كده كتكوته قوي. بصوا انا مش عارفه ايه المسمى بتاعه، بس انا جبت ده ماشي. حاجه واحده ندمت عليها هو اللون، لان انا لما جه ما بقتش عارفه هلبسه على ايه، والشتا خلص وانا بجد لسه مش عارفه هلبسه على ايه. كان عندي امال عليه يعني، بس هو كماتيريال حلو يعني، بس الشنطه تكسب بصراحه. طبعا الشنطه اللي وريتها لكم دي كانت تقريبا ب 350 او ب 200 مش عارفه. كان عاجبني الستايل ده، وكانت عجباني في براند تانية بس غالية قوي، والحجم صغير، فقلت اطلب الرخيصة دي علشان بس اللون ده عاجبني الفترة دي. بصراحة هي حلوة يعني، انا بحب البسها. بصوا من بعيد تحسوا شيك قوي، مفيش ولا غلطة، بس من قريب نقدر نقول ان هي بتاخد بصمات كتير، اي بصمة بتلزق فيها، وممكن اي حاجة تجرحها برضو، انتوا اصلا هتلاقوا فيها جروح اهو. حاجة من الحاجات برضو اللي من لوكال براند هو الكروكس اللي انا لابساه ده. الماتيريال بتاعته حلوة قوي ومريحة جدا، وانا اللي مختارة كل اللي فيه من فوق ده، فعجبني قوي. وكمان جبت حاجة تانية من عندهم في النص ده بقى، يعني لما شفته ساعتها في الفرع قلت لا ده ضخم جدا، يعني هتلاحظوا فرق الحجم، بس لما لبسته شكله عجبني قوي قوي، على عكس المتوقع. وهو اصلا عادي كده يعني، هو عادي ماشي. لو قفلت النور بصوا بيعمل ايه، فظيع، بينور كده. غير ان الكواليتي بجد يعني انا كنت جايبه كروكس زمان، قعد بصراحه معايا كتير، بس الماتيريال دي مش بعيده عنه خالص، وسعرها مع الماتيريال والتفاصيل دي حلو قوي. كده تقريبا خلصت كل حاجه عندي اصلا وجربتها، ناقص حاجتين لسه اول مره هفتحهم معاكم، فيلا نشوف ايه جوه. اول حاجه من بيسك كوتور تقريبا، 3 حاجات. ده بقى ايه هيكون انطباعي الاول عن الحاجه. ده سويت بانس، حاسه المقاس هيبقى مظبوط زي الجراي اللي انا كنت لسه بوريه لكم من شويه. حاسه المقاس هيبقى حلو قوي، اللون اصلا انا مش عارفه ليه بحب اللون ده الفتره دي، بصوا انا لابسه اكتر حاجه بحبها. بصوا الاوردر ده كله سوري يعني نفس اللون ده. طب كده بس ده بقى انا متحمسه ان انا اشوفه عليا قوي، علشان في شغل كده عاجبني قوي من قدام، اللي هي الطبقات دي شفتها على الموديل عجبتني قوي، فعايزه البسها. اللون في الحقيقه حلو قوي، اللمعه اللي انتوا شايفينها في الكاميرا دي هي اللي انا شايفاها في الحقيقه، حلو قوي. ماشي، حاجات بقى انا كنت بدور عليها بسعر واقعي شويه، وهي الهيد باند او البندانه، الناس يعني اللي هي منتشره دلوقتي، هي قديمه بصراحه بس هي منتشره دلوقتي اكتر حاجه، اللي هي رفيعه قدام. جبت برضو لون جديد جدا، والاسود. هفتح واحده كده، حاسه ان انا هجرب معاكم الحاجات دي على انستجرام اكتر، عشان دلوقتي لا استطيع. تفتكروا تبقى حلوه عليا لو لميت شعري كمان؟ مش عارفه. ندخل على تاني براند، هي اسمها جين تقريبا. الباكج مختلفة، يعني أول مرة أفتح تي شيرت يعني عشان عارفة ايه اللي جوه، أو بيسك توب في الباكج دي برضو. شرابات
اتنين اللونين دول واتنين اللونين دول، ده زي عرض كده الاتنين مع بعض. سعرهم بيقل لو انا خدت كل واحد لوحده. بصوا انا هفتح الابيض نبدا نشوف نظرتي الاولى عنه. المقاس يا جماعه، المقاس شكله مظبوط، المقاس شكله هيجي مظبوط، بس كالعاده طبعا توب ابيض، توب ابيض شفاف معروفه. يعني انا حاسه ان انا دي معلومه بديهيه المفروض ان انا اكون عارفاها. طب علشان بس ما اظلمش البراند، لان هي اصلا حاجه ليها علاقه بيا مش ليها علاقه باي براند. نشوف لون تاني. حلو حلو حلوه. لا الماتيريال حلوه صراحه. مبدئيا الحاجات دي هبقول لكم رايي عليها بعدين، بس لو قلنا ملخص كده لكل اللي حصل، فان في كذا براند سعرها مناسب مع الماتيريال، وفي براند اغلى شويه او اغلى شويتين بصراحه. يعني الموضوع نسبي قوي من واحد للتاني، بيحب يدفع قد ايه في القطعه دي. يعني مثلا حد يقول انا بالنسبه لي بيسك توب اخره 200 جنيه، حد تاني يقول لا البيسك توب انا ممكن ادفع فيه 800 جنيه. عادي، كل يعني موضوع نسبي بصراحه في الاسعار وكده. بس حبيت انقل لكم الفكره، وما قدرتش بصراحه ان انا افتح كل ويب سايت لكل براند علشان اقول لكم الاسعار او الحاجه. بس انا زي ما قلت لكم هحط لكم كل براند اليوزر نيم بتاعها عشان انتوا تدخلوا وتشوفوا وتقيموا بقى ايه المناسب ليكم. وده كان رايي في كل حاجه من دول. بقالي كتير قوي ما عملتش فيديو طويل. آه طبعا بفرق بقى حاجات كتير، بفرق ان انا دلوقتي بتكلم على طبيعتي بنسبة كبيرة. الاول كنت خايفة مش فاهمة اللي انا بعمله ده هيبقى حلو ولا لا، كيوتيوب او كاي فيديو بعمله على اي سوشيال ميديا بلاتفورم تانية. يعني مبسوطة ان انا هرجع اعمل حاجات زي كده، مبسوطة ان انا هرجع اعمل فيديوهات طويلة، ومبسوطة ان انا لما قلت لكم على انستجرام اخترتوا فيديوهات طويلة وقصيرة مع بعض. اكتر حاجة حسيت ان انا عندي طاقة فعلا للكلام في مواضيع تانية، حتى غير ان انا اتكلم في حاجات زي دي. مواضيع كتير قوي فرقت معايا في حياتي عموما. فلو عجبكم الفيديو ده او عجبكم، شفتوا انا مش عايزة اسمعكم ايه عشان كده بصور الفجر. لو عجبكم المحتوى ده او فكرة الفيديوهات الطويلة عموما، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتكتبوا كومنت بس كده. حاجة أخيرة ممكن أكون نسيت أقولها بس هي مهمة قوي، فرجعتني اللوكيشن كده بعد ما خلصت التصوير، وهي إنه مش لازم يكون عندك كل الحاجات دي. في حاجات كتير جاية لي جفت علشان أقول رأيي فيها وأجربها. وحاجات طبعا أنا شارياها، بس في العموم ده على فترات كتير بقى عندي الحاجات دي. لكن انتي لو تروحي تشتري مش هتشتري كل ده مرة واحدة ولا بالكم ده بس.